اسهل واسرع طريقه لتجليد الكتب سواء كتب المدرسه او الكتب الخارجيه. هنحتاج مقص صغير والجلاد اللي هو الشفاف ده بيتباع في اي مكتبه ورخيص مش غالي. انا من الناس اللي بحب اجلد الكتب قوي عشان بيحافظ عليها، خصوصا مع الولاد اللي سنهم صغير عشان بيبهدلوا الكتب، وكمان بتفضل لاخر الترم زي ما هي بالظبط. بيبقى في ورقه في النص كده شلناها، بثبت الكتاب على الخطوط بالظبط عشان يبقى مظبوط، وبلزق من الجزء الفوقاني الاول، وبعدين بجيب المقص بتاعي بقص الزوايا كده بزاويه قايمه زي ما انتوا شايفين كده على حرف الكتاب. اسيب حوالي سنتي بس عشان لما نيجي نتنيه لجوه الكتاب يتنى معايا بسهوله، وبقص الزوايا مربع زي ما انتوا شايفين كده بزاويه برضه. لما باجي اشيل بقى باقي الورق عشان الزق باقي الجلاد، لازم الورقه اللي من تحت، الجلاد اللي من تحت ده افرده لورا الاول، وبعدين افرد الجلاد من فوق عشان ما يلزقوش حروفهم من بعض ويبوظوا معايا الدنيا. بقفل عليه الجلاد كده، على الكتاب قصدي، الجلاد كويس قوي، والناحية التانية بعملها بنفس الطريقة بالظبط. الموضوع مفيش اسهل ولا اسرع منه. خلي بالكم وانتوا بتقصوا، خلوا الزاوية على الزاوية بالظبط عشان لو نقطة مية دخلت في حتة مفرغة من دي، عايزة اقولكوا هتبوظ الكتاب معاكم. فانا بحب الزوايا تبقى مقصوصة كويس قوي، وعايزة اقولكوا طريقة سهلة وسريعة مش هتاخد منكم اي وقت ولا اي مجهود. لو عجبكم الفيديو اعملوا له شير، واكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتجلدوا الكتب ولا ما انتوش بتجلدوا ولا ايه بالظبط. باي.